بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدعاة والعلماء الأجلاء، السيدات والسادة، يسعدني أن أشارككم احتفالنا السنوي بالمولد النبوي الشريف. نحتفل معا بالذكرى العاطرة لمولد نبي الرحمة والهدى وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه. حمل رسالة السماء شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، فكان الرحمة المهداة والقدوة والمثل، وأرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم دين عظيم. أتوجه بالتهنئة في هذه الذكرى المباركة لشعب مصر وشعوب الأمة العربية والإسلامية وجالياتهم حول العالم، كما أتوجه بالتحية لرجال الأزهر ودعاته وعلمائه ولضيوف مصر من الأشقاء بالعالم الإسلامي، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة علينا جميعا بكل الخير والتوفيق، وعلى عالمنا الإسلامي وهو أفضل حالا وأعلى شأنا وأكثر تضامنا. لا يزال هناك من يحاول ربط الإسلام بالإرهاب والتطرف والتخلف، ومن يحاول تشويه تعاليمه برغم الحديث المتواصل عن حوار الحضارات والثقافات والأديان. ولا تزال هناك محاولات للنيل من هوية المسلمين واستهداف رموزهم وجالياتهم والاجتراء والتطاول على نبي الإسلام ومقدساته. إننا إذ نعي واقع أمتنا الإسلامية الراهن، وإذ نتطلع لتغييره لواقع أفضل، إن مصر استحتفل بالمولد النبوي وبذكراه وسيرته العطرة ستبقى بلد الأزهر رمز الاعتدال الإسلامي وسماحته واستدارته، وستظل سندا لأمتها العربية والإسلامية تحفظ هويتها وتدافع عن مصالحها وقضاياها. نمضي في ذلك موقنين بالله، متضلعين بثقة وأمل لواقع أفضل لأمتنا يصل حاضرها ومستقبلها بماضيها العريق، ويستلهم من خاتم الأنبياء وسيرته ومسيرته زادا متجددا وعزما ويقينا على الطريق. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم.